بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في ناس كتير بتفتكر إن النجاح بيبدأ بخطة كبيرة أو قرار ضخم، لكن الحقيقة إن النجاح بيبدأ من قرار صغير جدا. قرار إنك تبطلي تأجلي حياتك. كل يوم بنقول بكرة هبدأ، لما أفضى هشتغل على هدفي، لما ظروفي تتحسن هتغير. لكن الأيام بتجري ونلاقي نفسنا واقفين في نفس المكان. أول خطة للتغيير حياتك هي إنك تعترفي لنفسك بالحقيقة. هل حياتك الحالية قريبة من الحياة اللي بتحلمي بيها؟ لو الإجابة لا، يبقى لازم يكون فيه تغيير. الست الناجحة مش هي اللي عندها وقت أكتر من غيرها، لكن هي اللي بتستغل الوقت اللي عندها بأفضل شكل. ابدأي بورقة وقلم واكتبي: أنا عاوزة أبقى مين بعد سنة؟ إيه الحاجات اللي نفسي أحققها؟ إيه العادات اللي معطلاني؟ إيه أول خطوة أقدر أعملها النهاردة؟ ما تبصيش للهدف الكبير كله مرة واحدة، لأن ده بيخوف العقل ويخليه يهرب للتسويف. لو عاوزة تحفظي قرآن ابدأي بصفحة، لو عاوزة تعملي مشروع ابدأي بفكرة، لو عاوزة تخسي ابدأي بمشية 10 دقايق، لو عاوزة تطوري نفسك اقرأي صفحتين كل يوم. النجاح مش بيجي من الحماس، النجاح بيجي من الاستمرار. في أيام هتحسي بطاقة كبيرة، وفي أيام مش هتبقي عاوزة تعملي أي حاجة. السر إنك تكملي حتى لو بخطوة صغيرة. ما تقارنيش نفسك بحد، كل واحدة ليها ظروفها وطريقتها وسرعتها. ركزي على نفسك بس وعلى النسخة اللي كنتي عليها امبارح. لو النهاردة أحسن بنسبة 1%، فانت بتتقدمي. وابعدي عن فكرة الكمال. ناس كتير بتسوي عاوزة تبدأ بداية مثالية. الحقيقة إن البداية الناقصة أفضل 1000 مرة من عدم البداية. قولي لنفسك كل صباح: أنا مسؤولة عن حياتي، وكل خطوة صغيرة النهاردة هتقربني من حلمي. خلي عندك هدف واضح وخطة بسيطة واستمرار يومي، ومع الوقت هتتفاجئي قد ايه حياتك هتتغير. كتير من الناس بتبدأ بحماس قوي جدا، تشتري كراسات وتكتب أهداف وتعمل جداول، وبعد أسبوع أو 2 يرجع كل شيء زي ما كان. المشكلة مش في البداية، المشكلة في الحفاظ على العادة. لا تعتمديش على الحماس فقط، لأن الحماس زائر مؤقت، يوم موجود ويوم مختفي. لكن العادات هي اللي بتوصلك للنجاح حتى وانت مش حاسة بأي رغبة. اسألي نفسك: ايه الحاجة اللي اقدر اعملها كل يوم مهما كانت ظروفي؟ ممكن تكون قراءة صفحتين من كتاب، حفظ آية او آيتين، ترتيب جزء صغير من البيت، 10 دقايق رياضة، 10 دقايق شغل على مشروعك. الحاجات الصغيرة دي مع الوقت بتعمل فرق كبير جدا. كمان لازم تبطلي التفكير الزائد. اوقات بنقضي ساعات نفكر هنعمل ايه، لكن ما بنعملش حاجة فعلا. النجاح بيحب الحركة مش التفكير المستمر. لو عندك مهمة خدي أول خطوة فيها فورا، ما تستنيش الوقت المثالي ولا المزاج المثالي. ومن أهم أسباب التسويف الخوف من الفشل. بنخاف نجرب علشان ما نغلطش، لكن الحقيقة إن كل شخص ناجح مر بمراحل فشل كتير قبل ما ينجح. كل غلطة بتعلمك درس، كل محاولة بتقربك من هدفك، كل يوم بتكملي فيه خطوة صغيرة هو انتصار حقيقي. حاولي كمان تبعدي عن أي شيء بيسرق وقتك بدون فايدة. راقبي يومك واسألي نفسك: هل الوقت اللي بقضيه دلوقتي بيقربني من حلمي ولا بيبعدني عنه؟ مش معنى كده انك تحرمي نفسك من الراحة، لكن خليه متوازن. وقت للعمل ووقت للأسرة ووقت لنفسك. وافتكري دايما ان النجاح مش سباق مع حد، النجاح رحلة طويلة محتاجة صبر ونفس طويل. في نهاية كل يوم اكتبي 3 أشياء أنجزتيها حتى لو كانت بسيطة جدا. ده هيخليكي تشوفي تقدمك الحقيقي بدل ما تركزي على اللي لسه ما تحققش. وقولي لنفسك كل ليلة: أنا بتقدم خطوة خطوة، ويمكن خطوتي صغيرة لكني مش واقفة مكاني. من اكتر الحاجات اللي بتشغل اي ام او زوجة انها تحس ان اليوم بيخلص بسرعة، وانها طول الوقت مشغولة، وفي الاخر تحس انها مقصرة في حق نفسها او اولادها او اهدافها.
لكن الحقيقة إن المشكلة غالبا مش في قلة الوقت، المشكلة في توزيع الوقت. أول حاجة لازم تعرفيها إنك مش مطالبة تعملي كل حاجة في نفس الوقت. مفيش ست ناجحة بتنجز كل شيء في يوم واحد، لكن بتنجز المهم في الوقت المناسب. ابدأي يومك بتحديد أولوياتك، أولادك، بيتك، زوجك، هدفي الشخصي، راحتي وصحتي، رتبيهم بشكل يناسب حياتك، واكتبي أهم 3 مهام بس لليوم. لما نحط 20 مهمة بنحس بالإرهاق ونسيبهم كلهم. خصصي وقت لأولادك يكون وقت حقيقي، حتى لو نص ساعة بس. اقفلي الموبايل، ابعدي عن اي مشتتات، والعبي معاهم او اسمعيهم. الاطفال مش دايما محتاجين ساعات طويلة، لكن محتاجين اهتمام حقيقي. حاولي كمان تدخلي اولادك في بعض اعمالك اليومية. لو بترتبي البيت خليهم يساعدوكي على قد سنهم، كده بتنجزي وبتعلميهم المسؤولية في نفس الوقت. اما بالنسبة لاهدافك، ما تستنيش وقت فراغ كبير، غالبا الوقت ده مش هيجي. استغلي 15 او 20 دقيقة يوميا، مع الأيام هتلاقي إنك أنجزتي حاجات كتير. أو عندك هدف حفظ القرآن، حددي وقت ثابت كل يوم. لو عندك قناة يوتيوب، خصصي وقت للتصوير أو الكتابة. لو عاوزة تتعلمي حاجة جديدة، خصصي ربع ساعة للتعلم. كمان لازم يبقى فيه وقت ليكي انتي، مش أنانية إنك تهتمي بنفسك. بالعكس، لما تكوني مرتاحة نفسيا وجسديا هتقدري تهتمي ببيتك وأولادك بشكل أفضل. نامي كويس قدر الإمكان، اشربي مية كفاية، وخدي دقايق هدوء لنفسك حتى لو بسيطة، وابعدي عن أي جلد ذات. مش كل يوم هيكون مثالي، هيبقى فيه أيام تتلخبط فيها الخطة، وأيام تحسي إنك ما أنجزتيش حاجة. ده طبيعي جدا. الست الناجحة مش هي اللي عمرها بتقع، لكن هي اللي كل ما تتعطل ترجع تكمل من جديد. في آخر اليوم اسألي نفسك، هل اهتميت بأولادي؟ هل عملت خطوة لهدفي؟ هل اهتميت بنفسي ولو دقايق؟ لو الإجابة نعم، فأنت على الطريق الصحيح، حتى لو كانت الخطوات صغيرة. في أيام بتصحي فيها مليانة طاقة وعندك رغبة تعملي كل حاجة، وفي أيام تانية بتصحي مش عاوزة تعملي أي حاجة، حتى أبسط المهام بتبقى تقيلة على قلبك، وده طبيعي جدا. المشكلة مش إن الحماس بيروح، المشكلة لما نستنى الحماس يرجع علشان نتحرك. الست الناجحة مش بتشتغل على حسب مزاجها، لكنها بتشتغل على حسب أهدافها. لما تحسي بالكسل ما تفكريش في المهمة كلها، قولي لنفسك هبدأ 5 دقايق بس. عاوزة ترتبي البيت، ابدأي بركن واحد. عاوزة تحفظي قرآن، ابدأي بآية واحدة. عاوزة تشتغلي على مشروعك، ابدأي ب10 دقايق بس. غالبا بعد البداية هتلاقي نفسك كملتي أكتر مما كنت متوقعة. ومن الحاجات اللي بتقتل الحماس المقاومة، لما تشوفي ناس حققت نجاحات كبيرة ممكن تحسي انك متأخرة، لكن انت مش عارفة حجم التعب والسنين اللي مروا بيها علشان يوصلوا للمكان ده. قارني نفسك بنفسك بس، بصي لنفسك من سنة، هل اتعلمتي حاجة جديدة؟ هل بقيتي أهدى؟ هل بقيتي أقرب لهدفك؟ لو الإجابة نعم يبقى فيه تقدم حقيقي. كمان خلي بالك من الكلام اللي بتقوليه لنفسك. لو طول الوقت بتقولي أنا فاشلة، أنا مش بعرف ألتزم، أنا عمري ما هتغير، عقلك هيصدق الكلام ده. استبدلي الكلام ده بأنا بتعلم، أنا بتحسن كل يوم، ممكن أقع لكن هقوم وأكمل. وافتكري إن النجاح مش طريق مستقيم، هتعدي بأيام تعب وأيام إحباط وأيام تحسي فيها إنك مش شايفة أي نتيجة، لكن البذور اللي بتزرع النهاردة مش بتطلع ثمرها بكرة، محتاجة وقت وصبر واستمرار. كل مرة تختاري فيها إنك تكملي بدل ما تستسلمي، انت بتبني شخصية أقوى. وكل مرة تقومي بعد تعثر انت بتقربي أكتر من النسخة اللي نفسك تكونيها. ما تستنيش الحياة تتغير فجأة، التغيير الحقيقي بيحصل من القرارات الصغيرة اللي بتتاخد كل يوم. وفي نهاية اليوم افتخري بنفسك على أي خطوة عملتيها مهما كانت بسيطة، لأن الست اللي بتكمل رغم التعب وبتحاول رغم الظروف وبتقوم رغم الإحباط هي الست اللي في يوم من الأيام هتبص وراها وتكتشف حققت أكتر مما كانت تتخيل. في ناس كتير عندها أحلام جميلة جدا، لكن القليل بس هو اللي بيحول الأحلام ده لواقع. والفرق بينهم مش الذكاء ولا الحظ
ولا الظروف. الفرق الحقيقي هو الالتزام. الالتزام معناها انك تكملي حتى لما تكوني مش حابة تكملي. في البداية اي هدف بيكون سهل لان الحماس موجود، لكن بعد فترة بيبدأ التعب والملل يدخلوا. هنا بيظهر السؤال المهم، هل هتكملي ولا هتقفي؟ الست الناجحة مش بتسأل نفسها كل يوم انا حاسة اشتغل ولا لا، لكنها بتسأل ايه الخطوة اللي لازم اعملها النهاردة. اعملي لنفسك روتين بسيط جدا، مثلا بعد صلاة الفجر واذكار وقرآن، بعد ترتيب البيت ربع ساعة الهدف، قبل النوم مراجعة يومك. لما الهدف يبقى جزء من يومك الالتزام بيكون اسهل بكتير. ومن اهم اسرار النجاح انك ما تعتمديش على الدافع بس، لكن تعتمدي على النظام، لان الدافع بيجي ويروح لكن النظام بيفضل موجود. لو يوم فات من غير انجاز ما تقوليش خلاص انا فشلت، ارجعي تاني اليوم اللي بعده. يوم ضاع مش مشكلة، اسبوع كامل ضاع هو اللي بيبقى مشكلة. كمان احتفلي بالانجازات الصغيرة، لما تخلصي حفظ صورة، لما ترفعي فيديو جديد، لما تلتزمي اسبوع كامل بعادة جديدة. فرحي نفسك وشجعيها. انت مش محتاجة تكوني مثالية، انت محتاجة تكوني مستمرة. وافتكري دايما ان اولادك بيتعلموا منك اكتر مما بيسمعوا منك. لما يشوفوك بتجتهدي وبتتعلمي وبتحاولي وبتقومي بعد اي فشل هيتعلموا معنى النجاح الحقيقي. فخلي هدفك مش بس انك تنجحي لنفسك، لكن كمان تكوني قدوة جميلة لاولادك. وفي كل مرة تحسي ان الطريق طويل افتكري ان الايام هتمضي سواء اشتغلتي على حلمك او لا. فالافضل ان بعد سنة تبصي وراكي وتلاقي نفسك اتقدمتي خطوة كبيرة، بدل ما تكتشفي انك لسه واقفة في نفس المكان. في حاجات كتير ممكن تعطل الانسان عن النجاح، لكن من اكبر الحاجات دي الخوف والتردد وعدم الثقة بالنفس. كم مرة كان عندك فكرة جميلة وسكتي عنها خوفا من الفشل؟ وكم مرة كان عندك هدف لكن فضلت تأجليه لأنك مش متأكدة أنك تقدري تنجحي؟ الحقيقة أن أغلب الناس الناجحين ما كانوش واثقين في نفسهم من أول يوم. الثقة بالنفس مش حاجة بنتولد بيها، ولكنها حاجة بنبنيها مع الوقت. كل خطوة صغيرة بتعمليها بتضيف طوبة جديدة في بناء ثقتك بنفسك. لما تلتزمي بهدف أسبوع كامل ثقتك بتزيد. لما تتعلمي مهارة جديدة ثقتك بتزيد. لما تتغلبي على عادة سيئة ثقتك بتزيد. المشكلة اننا احيانا بنستنى الثقة تيجي الاول وبعدها نتحرك، لكن الصحيح اننا نتحرك اولا ومن الحركة بتيجي الثقة. ما تخافيش من الفشل، الفشل مش نهاية الطريق، الفشل جزء من الطريق. اي شخص ناجح النهاردة عنده قصص عن اخطاء ومواقف صعبة واحباطات مر بيها، لكن الفرق انه موقفش عندها. كمان خلي بالك من الناس اللي حواليكي، في ناس بتشجعك وتدفعك للامام، وفيه ناس كل كلامها احباط وتشكيك. اسمعي النصيحة المفيدة، لكن ما تخليش رأي اي حد يحدد قيمتك او يقرر مستقبلك. وقفي حربك مع نفسك، بطلي تقولي انا متأخرة، انا مش شاطرة، انا مش واستبدليها بانا بتعلم، انا بتطور، انا لسه في الطريق. كل انجاز كبير في الدنيا بدأ بخطوة صغيرة جدا، وكل ست ناجحة كانت في يوم من الايام مبتدئة بتغلط وبتتعلم وبتحاول. افتخري بكل تقدم بتعمليه حتى لو كان بسيط. افتخري انك بتحاولي تكوني ام افضل وزوجة افضل وانسانة افضل، وانك بتسعي لاهدافك رغم المسؤوليات والضغوطات. دي قوة كبيرة جدا. وفي اللحظة اللي هتبطلي فيها الخوف من الفشل وتبدأي تركزي على المحاولة والتعلم هتلاقي ابواب كتير كانت مقفولة بدأت تتفتح قدامك. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل ما هو جديد في القناة. وإلى اللقاء إلى فيديو جديد إن شاء الله. مع ألف سلامة.